جه في بالك سؤال قبل كده وقلت ايه اللي بيحصل في عقلي لما ابتدي اتعلم حاجة، سواء كانت لغة او مهارة معينة؟ وهل الخلايا العصبية اللي في عقلي بيبقى ليها دور او بتكون سبب في ان انا اكون متميز في الحاجة اللي انا بعملها او لا؟ فتابع الفيديو. اكيد شفت شخص متميز في الحاجة اللي بيعملها وسألت نفسك هو ازاي بيعمل الحاجة دي، او بتبقى شايف صعوبة ان انت تروح تعملها. يعني انا مثلا بحب اعمل فيديوهات، فممكن اعمل الفيديوهات ده يبان لشخص تاني انه حاجة صعبة، وانا لو شفت شخص في مجال البرمجة هستصعب اللي هو بيعمله واقول هو بيعمله ازاي. فخليك عارف ان احنا كلنا عندنا نفس عدد خلايا العقل، ولكن اللي بيميزنا عن بعض هو توجيه الخلايا دي، لان دماغنا بيتكون من حوالي 85 مليار خلايا عصبية، وتوجيه الخلايا دي هو اللي بيميز شخص عن شخص تاني. الخلايا العصبية بتتكون من الشجيرات اللي انت شايفها قدامك دي، ومحور اللي هو الخط الطويل ده، وده اللي هو بيرسل المعلومات. والخلايا العصبية بتتفاعل مع بعضها عن طريق إشارات كهربائية وكيميائية. فلما بتتعلم حاجة الخلايا العصبية دي بتتواصل مع بعضها، بيعملوا رابط كده بينهم، ولما تكرر الحاجة اللي انت بتتعلمها كذا مرة الاتصال بين الخلايا ده بيبقى أقوى، فبالتالي هتقدر تسترجع المعلومات أسرع أو هتكون متميز في اللي انت بتعمله أحسن. يعني مثلا انت حابب تتعلم حاجة معينة وليكن لغة، فانت في بداية ممارستك للغة هتكون مستصعب الموضوع، لأن الروابط بين الخلايا بتكون لسه ضعيفة. ولكن مع كتر الممارسة الروابط دي بتبقى قوية، وبالتالي الدنيا بتبقى سهلة معاك. وكل ما هتمارس اللغة أكتر كل ما الروابط بين الخلايا دي هتكون أقوى، وبالتالي ده ينتج عنه إشارات أسرع. وده بينطبق على أي حاجة عايز تتعلمها، ولكن مهم يكون عندك رغبة إنك تتعلمها. طب ممكن تيجي تقول لو قعدت فترة ما مارستش اللغة دي أكيد هتنساها، لأن الروابط بين الخلايا دي بتضعف. لأن أنت لو قعدت فترة طويلة ما تمارسش اللغة الروابط العصبية بين الخلايا دي هتضعف، وبالتالي هتقل معاها مهاراتك. ولكن ده ما بيحصلش في حالة انك لو كنت اتقنت الحاجة اللي انت بتعملها، لان في الحالة دي لو عدى وقت طويل الروابط العصبية بتكون اقوى، فبالتالي بيكون صعب انك تنسى الحاجة دي. يعني واحنا صغيرين كنا بنتعلم سواقة العجل، كل ما نيجي نسوق كنا بنقع، ولكن لما اتقنا السواقة ممكن تقعد 5 سنين ما تسوقش عجلة خالص، وتيجي بعد ال5 سنين هتعرف تسوق عادي. فلما بنتعلم حاجة جديدة دماغنا ما بيخلقش خلايا جديدة، ولكن بيخلق روابط جديدة بين الخلايا. فانت لو عايز تكون متميز في الحاجه اللي انت بتعملها مهمتك انك تقوي الروابط دي، وبتقويها مع تكرار الحاجه اللي انت بتعملها. فحاليا في حياتك لو انت بدات تتعلم حاجه ولكن لسه مستصعبها، فكده الروابط بين الخلايا العصبيه لسه ضعيفه، وبالتالي انت محتاج تقوي الروابط دي عن طريق ان انت تمارس الحاجه اللي انت بتعملها او عايز تعملها اكتر. ومع كتر الممارسه ده هيخليك متميز اكتر فيها. فالاتصالات بين الخلايا العصبيه بتحتاج تتنشط اكتر من مره عشان تكون اقوى. يعني لازم تتدرب على الحاجه اللي انت بتعملها كتير وبطرق مختلفه. وفي علماء وجدوا انك لما بتذاكر بعد ما تذاكر تحل اختبار، اللي هو مش مجرد انك حفظت وخلاص قفلت الكتاب، ده بيخلي ادائك في الاختبارات النهائيه افضل. لانك لما بتحل الاختبار من غير ما يكون في اي مصدر قدامك تنقل منه، انت كده بتسترجع المعلومات دي من الخلايا العصبيه اللي هي احتفظت بيها، وده بيقوي الروابط اكتر. يعني انت لو حبيت تحفظ حاجه وليكن مثلا جدول الضرب، ما تفضلش تحفظ من المصدر اللي في ايدك وبس، لا تخفي المصدر وتحاول تسترجع المعلومات من دماغك، لان الجهد اللي انت بتبذله عشان تسترجع المعلومه ده بيقوي الروابط بين الخلايا العصبيه، فبالتالي بيبقى سهل عليك بعد كده انك تسترجع المعلومه بسهوله. واحيانا بتسمع كتير الناس بتقول لك الراجل ده بيعمل الشغله بتاعته دي وهو مغمض، لان ده اتكون عنده روابط قويه جدا بين الخلايا العصبيه، فبالتالي بقت الحاجه معاه سهله. فده يودينا لسؤال مهم، وهل الخلايا العصبيه ليها علاقه بان احنا نبني عاده في حياتنا او لا؟ ايوه طبعا، لان العاده هي سلوك انت بتكرره بشكل يومي، ولما تكرر سلوك معين بشكل متكرر المخ بيبني مسارات عصبيه خاصه بيه، وكل ما تكرر السلوك المسارات العصبيه دي بتقوى اكتر. وكمان احنا عقلنا بيتعود بسرعه على العادات السلبيه اللي هي بتديله دوبامين بسرعه، فلما يجي نغيرها بيكون في صعوبه. تخيل كده انك ماشي في طريق سهل وجه حد اقترح عليك انك تمشي في طريق تاني كله حفر وصخور، اكيد طبعا في البدايه هيكون الدنيا صعبه معاك. ده بالظبط اللي بيحصل في العقل. فانت عشان تغير العاده مش لازم تمسح المسار القديم، ولكن بتبني مسار تاني اقوى منه. يعني مثلا لو انت بنيت مسارات عصبيه قويه للسوشيال ميديا، فبالتالي بدل ما تمسك التليفون وتفضل تتصفح على السوشيال ميديا تغير السلوك لحاجة تاني، زي انك تقرأ او تمارس اي حاجة تاني. يعني انا كنت مدمن سوشيال، ولكن انا حذيفها دلوقتي بقالي حوالي 3 شهور او اكتر. فحاليا انا كنت شايف اللي انا كنت بعمله عليها كان تفاهة، اللي هو انا كنت اقلب على السوشيال ميديا من غير اي هدف.
وما بقتش مهتم بيها، وده معناه ان المسارات العصبية اللي اتكونت للسوشيال ميديا بدأت تضعف، وبقيت بعمل حاجات تاني غيرها. فلو انت شخص عنده عادة مستمر عليها، لو ايه اللي حصل وليكن مثلا بتنزل جيم وجيت في يوم ما نزلتش، هتحس انك مش تمام، لان انت بنيت مسارات عصبية قوية للجيم وبقت عادة. فانت بالتالي تقدر تستخدم الطريقة دي عشان تبرمج عقلك انه يبني اي عادة ايجابية انت عايزها. فده يودينا الموضوع، احنا ليه بننسى المعلومات او الحاجة اللي ذاكرناها، او ليه بنشوف صعوبة ان احنا نبدأ في مهارة جديدة؟ لان لما ما بيكونش في تكرار للحاجة دي ونبطل نعملها، الروابط بين الخلايا بتضعف، والعقل بيشوف ان هي حاجة مش مهمة فبننساها. فمرض الزهايمر ده هو تقريبا بيقتل الروابط اللي بين الخلايا العصبية دي خالص، لدرجة اللي بيكون عنده المرض ده بينسى أقرب الناس ليه. وبكده تكون عرفت ازاي دماغك بيعمل، او نقدر نقول ان بقى معاك الادوات اللازمة اللي تخليك تبدأ تتعلم اي مهارة بكفاءة لو انت عايز تتعلم. فمهم يكون عندك رغبة في الحاجة اللي انت عايز تتعلمها، لان الدوبامين بيساعد برضو انك تقوم وتعمل الحاجة دي. خليك عارف ان التعلم عملية تقدر تطورها، وكل ما فهمت عقلك اكتر هتعرف تستغله اكتر. بس كده، وبكده نكون وصلنا للنهاية. فلو استفدت بأي حاجة من الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.